السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام. ستكون بخير عندما تتوقف عن منح الفرص لمن لا يستحقها. فيلمنا النهاردة بيحكي عن واقع مرير انتشر في الفترة الأخيرة في كل أنحاء العالم. فيروس خطير بينتشر في العالم كله وبيثير الذعر لكل سكان الأرض، فيا ترى الناس هتنجو منه ازاي؟ وبيبدأ فيلمنا النهاردة في مدينة تايبيا في يوم 24 إبريل سنة 2003، وبنسمع في الأرصاد إن في إعصار قريب من المدينة. في نفس الوقت بنشوف دكتور تشوي في الأوضة بياخد شنطته وبيمشي، وبيجيله مكالمة من الطوارئ بيبلغوه إن في حالة عندها 85 سنة وعاوز يتحجز في المستشفى، بس بيرفض تشوي علشان ما يتحملش مسؤولية الحالة لأنه كبير في السن. وبيلاقي ممرض اسمه يونج بيقول له إنه عاوز يعمل إشاعة لواحد من المرضى علشان يطمن عليه، لكن تشوي بيرفض لأن المريض هيخرج قريب وبيسيبه وبيمشي. ولما بينزل بيكلم طليقته علشان يروح ياخد بنته يايا ويحتفل معاها بعيد ميلادها، وبيروح يركب تاكسي بسرعة وما بيبقاش السواق عاوز يمشي لأن البلد زحمة، لكن بيوافق في الآخر إنه يوصل تشوي. وبمجرد ما بيمشي من قدام المستشفى بنلاقي الإسعاف نقل حالة خطيرة لواحد عمل حادثة ومش قادر ياخد نفسه، والممرضات بيدخلوه العمليات وبيفتحوا له في جنبه وبيركبوا له أنبوبة أكسجين علشان يتنفس منها. في نفس الوقت بيبقى يونج بيعالج مريض في المستشفى وبيخلص معاه وبيروح لراجل عجوز اسمه لين، واللي بنعرف انه مخبي عن ابنه انه عنده سرطان علشان ما يشغلهوش معاه. وبيسأل يونج هو ليه ما جالوش بقاله كام يوم، وبيعرفه يونج انه كان شغال في عنبر بيه. اما تشوي فبيبقى في الطريق مع السواق اللي بيديله مجلة فيها خبر عن انتشار فيروس اسمه السارس لصحفي صاحبه، وبيجيله مكالمة من المستشفى انه يرجع علشان الحالة اللي لسه داخلة، وبيضطر يقول للسواق انه يرجعه تاني. وبنشوف يونج بيدور على رئيسة التمريض وبيعرف انها تعبت وراحت قسم الطوارئ، وبيوصل تشوي للمستشفى وما بيرضاش السواق ياخد منه فلوس علشان يلحق ينقذ المريض، وبتاخده الممرضة علشان يشوف الأشعة المقطعية بتاعة الحالة، وبيبقى الوضع صعب جدا، وبيقول للتمريض ينقلوه للعمليات فورا. وقبل ما يروح يغير هدومه بيلاقي صاحبه الصحفي بيصوره، فبيروح له تشوي وبيقول له ما يستغلش صورته وينزلها جنب خبر. وبيبقى الصحفي عارف ان انتشار السارس حقيقي، وبيخلي تشوي يبص على الممرضة اللي بتكح ومش قادرة تاخد نفسها، لكن تشوي بيقول له انها تعبانه زي اي مريض وانه مفيش فيروس ولا حاجه، وبيسيبه علشان يروح يغير هدومه. وبيبقى يونج نازل على السلم وبيقابل حبيبته لي اللي شغاله معاه في المستشفى، وبتبقى مستعجله علشان تساعد تشوي في العمليه. وبعدين بنلاقي تشوي بيفتح في جنب المريض وبيشيل الدم المتجلط. في نفس الاثناء بيروح يونج للطوارئ علشان يطمن على الرئيسه بتاعته، وبيطلب منها انه ياخد اجازه علشان رايح هونج كونج لان عنده مقابله في مؤسسه كبيره، وبتكون الرئيسه مش عاوزه تقف في طريقه وبتوافق وبتدعمه كمان. ولما بتجيلها الممرضة بيسيبها وبيمشي، وبيكون تشوي نسي الشنطة بتاعته في التاكسي، وبيرجع السواق على المستشفى وبيسيبها في الاستقبال وبيدخل الحمام. اما تشوي فبيبقى بيخيط مكان العملية وبيقول لي انه مش عاوزها تاخد حالات جديدة لانه مش فاضي، وبتجادله لي لان عندها بحث وعاوزة تشارك في عمليات اكتر علشان تتعلم وتكمل بحثها، وده اللي بيرفضه تشوي لانه مش عايزها تجرب في المرضى، وبينهي المناقشة وبيخليها تكمل الخياطة وبيغير هدومه وبيمشي. وبيكلم تشوي طليقته في التليفون يتأسف لها انه اتأخر، وبيعرفها اللي حصل وعلشان الوقت اتأخر بيقول لها انه هيجي يدي الهدية لبنته ويمشي على طول. وقبل ما يطلع من الباب بتنادي عليه موظفة الاستقبال وبتديله الشنطة بتاعته، ولسوء حظه بيلاقي الامن قافل الباب وهو خارج ومن كل الجهات بسبب وجود حالة لفيروس السارس. وبتنزل الصحافة الفيديو اللي صوره الصحفي للممرضة اللي انتقل لها العدوى، وبيقفلوا المستشفى علشان يعملوا حجر صحي. وبنلاقي تجمع للشرطة والصحفيين قدام المستشفى علشان يغطوا الحدث، وبتعدي من بينهم بنت صغيرة وبيوقعوها على الأرض، وبيشوفها السواق وبيروح يقومها وبيسألها عن أهلها، وبتقول له إن أمها شغالة في المستشفى وبتروح تدور عليها. وبنلاقي المرضى كلهم متوترين بسبب اللي سمعوه في التلفزيون، وبيتخانقوا مع التمريض، وبيبقى يونج معاهم وبيقول للمرضى إنه هيتأكد من خبر قفل المستشفى، لكن بيقع مريض على الأرض والكل بيخاف يقرب له إلا يونج. وبينادي على دكتور وبتشوفه ليه وبتيجي تكشف عليه، وبتعرف إن عنده حالة ربو. وبنشوف تشوي طالع للمديرة وبيسمعها بتتكلم عن انتشار السارس، وبتعمل اجتماع وما بتعرفش تتكلم معاه. وبنلاقي المرضى لسه مرتبكين وعاوزين يخرجوا من المستشفى لكنهم مش بيعرفوا، وبيكون العجوز لين واقف يتفرج على الناس، وبيجي ابنه يجيب له اكل ويدخله للأوضة. وبنلاقي تشوي بيلف في الأرض وبيفتح أوضة وبيقعد فيها، وقبل ما يقفل الباب بيشوف الصحفي ماشي ورا ممرضة علشان يعرف منها أخبار المرضى، وبتسيبه وبتمشي وبينادي عليه تشوي
تشوي وبيدخله الأوضة وبيقفل الباب، وبيبقى الصحفي عارف إن المستشفى هتتقفل بسبب المقال بتاعه، وبيطلب من تشوي إنه يساعده يدور على مرضى السارس علشان باقي المرضى يقدروا يخرجوا. وفي الليل بتيجي الأهالي تقف قدام المستشفى وبيجيبوا الأكل لأولادهم والأمن بيدخله، وبيكون يونج في الوقت ده اطمن على لين وبيسمع ابنه وهو بيتكلم في التليفون عن شغله، وبعدها بياخد الأكل بتاعه وبيطلع للي علشان ياكلوا مع بعض. وبيكون يونج متضايق بسبب حالة لين لأنه مش عاوز يتعالج بالكيماوي، وبتواسيه ليه وبتقول له إن سنه كبير وعلشان كده مش عاوز يحاول إنه يعيش تاني. وبيعرفها يونج إنه هيسافر هونج كونج وهيفضل هناك علشان يشتغل في مؤسسة كبيرة، ولما بيلاقيها اتضايقت بيقول لها إنه كان مقدم من سنتين وجاله ردهم امبارح. وفي الآخر بتتصل أم ليه بيها علشان تطمن عليها، وبيطلع يونج التليفون وبيتصل بحد لكن محدش بيرد عليه. وبنلاقي 2 من الممرضات بيبعدوا عن واحدة زميلتهم كانت شغالة في عنبر بي اللي كان فيه الحالة اللي اتصابت بالفيروس. وبيروح تشوي والصحفي للأرشيف علشان يعرفوا سبب العدوى، وبيدوروا على آخر 10 حالات ماتوا في المستشفى ومن ضمنهم واحد كان عنده التهاب رئوي. وبيروحوا يشوفوا الأشعة بتاعته وبيتأكد تشوي إنه مات بالفيروس. وبيدور تشوي على الأوضة اللي كان قاعد فيها وبيلاقيه اتنقل للعناية المركزة قبل ما يموت، وبيجروا بسرعة على العناية لكن الموظفة ما بتفتحش بأوامر من رئيس القسم لأن في ممرضة جديدة تعبت وحاجزينها. وتاني يوم بتنزل الصحة خبر إن الناس تلبس الكمامات ويبعدوا عن بعض، واللي درجة حرارته تزيد عن 38 ينتقل للحجر الصحي. وفورا الممرضات بتوزع الكمامات على الناس، وبنلاقي السواق قاعد مع البنت الصغيرة لأنها ما لقتش أمها وبيلبسها الكمامة. أما تشوي فبيطلع كمامة وبيلبسها وبيقيس درجة الحرارة وبيلاقيها أقل من 38، وبعدها بيروح للمديرة وبيعرفها المكان اللي كان فيه المريض المصاب وإن في ممرضة تعبانة، وقبل ما يمشي بيطلب منها تحط اسمه في القايمة اللي هيمشوا من المستشفى علشان بنته بتوافق. وبيتطوع إنه يوصل الوجبات للعنبر اللي كان فيه الحالة لأن ما عندوش عمليات جراحة، وبنلاقيه مأمن نفسه من العدوى وبياخد الوجبات على كل الأدوار وبيحط الوجبات في كل دور وبيمشي. لكن لما بيوصل للدور الأخير ما بيلاقيش حد يرد عليه، وبيدخل القسم بنفسه وما بيلاقيش فيه حد. وفجأة بيلاقي ممرضة وقعت على الأرض وبتقوم تطمنه عليها وبتخليه يسيب الأكل ويمشي. وبينزل تشوي يقلع اللبس اللي كان متغطي بيه وبيرميه وبيلبس كمامة تانية، وبيتفاجئ بخبر في التلفزيون إن في ممرضين امتنعوا عن مساعدة المرضى وبيرموا الزي بتاعهم في الشارع، وإن في دكاترة هربوا من المبنى. وبيبقى تشوي شايف كل اللي بيحصل ومش عارف يفكر. ولما بيجيله الصحفي بيطلب منه سيجارة، وبيطلعوا الأوضة وبيقول له الصحفي إنه اتأكد إن في حالات في عنبر بي وعاوز يتأكد إن العنبر التاني ما فيهوش حالات مصابة بالفيروس. وبنلاقي يونج داخل ياكل في الأوضة وأصحابه ما بيرضوش يقعدوا معاه، بس ليه بتقول له إنها بدلت معاهم الجدول وبتعرفه إنها هتاخد أجازة وتسافر معاه وبتقرب منه. وبعدها بيقعدوا ياكلوا وبيروح يغسل إيده بعد الأكل وبيشوف ابن لين وبيبقى عاوز يصارحه بحالة أبوه، بس هو بيبقى عارف ومش عاوز يخليه يتعذب بالكيماوي قبل ما يموت. لكن يونج بيقنعه وبيحكي له إن أبوه وأمه وأخته ماتوا مرة واحدة ومن يومها وهو وحيد ومش لاقي حد جنبه علشان يتمسك بأبوه وبيسيبه وبيمشي. وبيبقى تشوي ماشي في الطرقة وبيلاقي ممرضة بتفتح باب العنبر وبيعرف إن المريض اللي كان مع الراجل اللي مات يبقى مصاب بالفيروس، وبيشوف حالة منقولة قدامه ومصاب بالفيروس. وبيروح تشوي يستحمى علشان خايف يتصاب، وبعد ما بيطلع من الحمام بيتصل ببنته وبيقول لها إنه هيخرج قريب ويحتفل معاها بعيد ميلادها. وبعدين بيروح للصحفي يعرفه إنه عرف يحدد واحد من المصابين بس مش عارف يحدد الحامل الأصلي للفيروس لأن الأعراض جات لهم مع بعض في وقت واحد وبيسيبه وبيمشي. وبيعرف تشوي إن رئيسة التمريض اتصابت بالفيروس وبيبقى يونج زعلان عليها، وبيروح تشوي للمديرة وبيشوفها عملت إيه في القايمة بتاعة الخروج وبتطمنه إنه هيخرج كمان 3 أيام، وبتبعت وزارة الصحة ناس علشان يعقموا المستشفى. وبيتطوع يونج إنه يوزع الكمامات وبيروح يطمن على لين اللي بيبقى نايم وبيبقى ابنه قاعد جنبه، وبيكون سواق التاكسي بيوزع الأكل على الناس وبيسأل 2 من الممرضات عن أم البنت وبيعرف إن أمها تبقى رئيسة التمريض وبيقولوا له على مكانها. وبيروح مع البنت علشان يطمن عليها وبيلبسها الكمامة وبيقول لها تتصل بيه علشان تطمنه لما تلاقي أمها، وبتسيب البنت وبتوصل لمكان أمها بس الممرضة ما بترضاش تفتح لها وبتقول لها إن أمها تعبانة ومش هينفع يفتحوا الباب. لكن البنت بتفضل تنادي على أمها وبتعيط. وعلى الناحية التانية بيلاحظ يونج إن أصحابه بيبعدوا عنه لأنه كان شغال في عنبر بي وقت انتشار الفيروس وخايفين منه، بيقولوا له يسيبهم ويكمل شغل في عنبر بي علشان ما ينقلش العدوى لحد منهم. وبتيجي ليه وبتسمع كلامهم وبتفضل تزعق معاهم علشان بيهاجموا يونج اللي بيزعل من كلامهم وبيقرر يسيبهم ويروح للعنبر. وبيقابله تشوي قبل ما يدخل وبيقول له ياخد باله من نفسه، وبتروح ليه توصله وبتودعه وبتفضل تعيط. في البداية بيبقى يونج خايف
خايف على نفسه، وبيخلص يومه وبيدخل ياخد شاور ويعقم نفسه، وفي الليل بيتصل بلي وبيفضلوا يتكلموا. ومع تكرار الايام بياخد يونج على الاجواء وبيعمل وجبه من غير ما يخاف، وبيعرف من لي ان الممرضات عاملين اضراب، وبتنزل الصحافه اخبار الاضراب بسبب نقص المواد بالنسبه للممرضين. وفي نفس الاثناء بتسوق حاله رئيسه التمريض وبيبص عليها يونج من ورا الباب وبيزعل عليها، وبيبقى السواق قلقان على البنت علشان ما كلمتهوش، وبتبقى البنت قاعده قدام الباب مستنيه حد يفتح علشان تدخل لامها. وبيكون تشوي بيطمن على بنته وبتقطعه مكالمه تانيه من المديره وبتبلغه انه هيمشي بكره، وبيروح للصحفي علشان يعرفه، لكن الصحفي بيقول له انه كل واحد ليه دور في الحرب علشان يقعد يكمل شغله، لكن تشوي بيسيبه وبيخرج. وبيتسبب الاضراب في ارهاق للممرضات اللي بيعملوا شغلهم. وفجاه بيسمعوا صوت واحده بتصوت في اوضه لين، وبيجري تشوي ومعاه لي وبيدخلوا للاوضه، وبيلاقوا لين شنق نفسه وبيحاولوا يلحقوه. وعلى الناحيه التانيه بيحاول يونج انه يرجع النبض للرئيسه، وبعد اكتر من 30 دقيقه مش بيستجيب لين وبيموت. وبيطلع تشوي يقابل ابنه وبيواسيه، وفي نفس المده بتكون الرئيسه فرقه الحياه هي كمان، وبتنهار ليه من اللي حصل، وبتروح تخبط على كل الاوض اللي فيها التمريض وبتفضل تعيط وبتلومهم علشان بيتهربوا من واجبهم، وبتقعد على الارض وبتعيط علشان مفيش حد رد عليها. وفي الليل بيتصل يونج بلي وبنلاقيها بتطلع تجري فوق المستشفى، وبتشوفه من الناحيه التانيه، وبيحاولوا الاتنين يتماسكوا علشان محدش يقلق التاني. وبتقول له ليه انها عاوزه تسافر معاه هونج كونج وتسيب المستشفى. وبيبقى يونج قاس حرارته وعرف انه اتصاب بالفيروس، بس ما بيرضاش يقول لها، وبيوعدها انه هياخدها معاه، وبيقول لها تنزل بسبب الامطار. وبعد ما بتمشي بيفضل يكح وما بيقدرش ياخد نفسه. وبعد ما بيجهز تشوي علشان يمشي وبيروح للمديره يعرفها انه هيمشي، لكن بيفضل واقف قدام الاوضه بتاعتها، وبتبقى عامله اجتماع مع الدكاتره اللي بيتخانقوا علشان يمشوا لانهم مش عاوزين يغامروا بحياتهم ويعالجوا المرضى. وهنا ضمير تشوي بيصحى وبيقرر انه هيفضل في المستشفى ويساعد المرضى. وبيبقى تشوي قاعد في اوضته وبيدخل عليه الصحفي، وبيقول تشوي انه عرف مصدر العدوى، وانه يبقى ابن لين اللي بيبقى شغال في شركه هندسيه وانتقلت العدوى من خلاله. وبيقعدوا يفكروا في الخطوه اللي بعدها، لكن بيتصدموا لما بيلاقوا اسم الشركه على مواسير الميه بتاعه المستشفى، وبيجروا على اخر المواسير وبيعرفوا انها تبقى واصله القسم الغسيل بتاعه الهدوم. وبيتصل بالمديره يعرفها اللي حصل علشان تلحق تتصرف. وبعدين بنلاقي يونج اتحجز في اوضه لوحده ومعلق انبوبه اكسجين، وبيبلغ الممرضات بحالته. اما تشوي فبيلاقي الممرضات نقله جثه واحد ميت، وبياخد تشوي التقرير من الممرضه، وبيعرف انه يبقى الراجل اللي عامل حادثه وعمل له العمليه، وبيعرف كمان انه كان مصاب بالفيروس. وفي نفس الوقت بتنتقل واحده حامل لاوضه العمليات علشان تولد، وبتبقى مصابه بالفيروس، والممرضين مستنيين تشوي، لكنه بيدخل الاوضه وبيقيس درجه حرارته وبيلاقيها قبل ال 38 بشرطه. وبيتصل بالصحفي يعرفه ان اللي عمل له العمليه كان مصاب وبيقفل معاه. ولما بيعرف الصحفي بيحاول يتماسك لان تشوي كان معاه طول الوقت وبيطلع سيجاره يشربها. وبنلاقي التمريض قدر انه يخرج الطفل بسلام، وبيدخل تشوي اوضه العمليات وبيلبس البلطو وبيحاول يقفل العمليه مع المساعدين بتوعه، لكن الست بتنزف دم كتير جدا. وبيبدا تشوي يتوتر وما بيعرفش السبب لانه مش دكتور نساء. وفي طرف تاني بيلاقي يونج مريض في الاوضه اللي جنبه واقع على الارض، وبينادي على التمريض بس ما بيلاقيش حد. وبيتصل تشوي بدكتوره نساء وبتقول له يعمل ايه بالظبط علشان يلحقها، وبيتابع معاها. اما يونج بيفتح الباب وبيروح للمريض وبيحاول يرجع له النبض، لحد ما بتجيله ممرضه وبيطلب منها جهاز الصدمه الكهربيه. وما بيبقاش تشوي شايف كويس من النضاره، وبيخلي واحده من المساعدين تشيلها له، وبيبقوا خايفين علشان ما يتعديش، بس بتشيلها لما بيزعق لها. وبنلاقي يونج بيصعق المريض علشان يرجع له النبض، وبيفضل يضغط على قلبه وبيفتكر الرئيسه بتاعته، وبيقدر انه يلحق المريض وبيقعد على الارض. وكمان بيقدر تشوي يوقف النزيف وبينقذ المريضه، وبيطلع من الاوضه وبيسيب المساعدين يقفلوا الجرح. ومن وقتها بيبداوا الممرضات اللي عاملين اضراب يرجعوا لشغلهم. وبيصحى السواق على مكالمه من ممرضه بتعرفه ان البنت كويسه وان امها ماتت علشان يروح ياخدها. وبيتصل تشوي ببنته بيقول لها انه قدر ينقذ مريض النهارده. وبيشوف يونج قاعد على الارض لما الباب بيتفتح وبيزعل عليه، وبيقفل الباب بينهم بعدها. وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رايك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم.